ازيكم يا حبايبي، انا اميره وده مطبخي. احنا النهارده هنعمل كبسه فراخ، حاجه يعني سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. فاخر من الاخر. انا جبت الرز بسمتي. جبته اول حاجه بدات بيه، غسلته هو وركنته عشان ايه؟ تعرفين ان الرز لازم يتغسل ويتنقع قبلها بنص ساعه. جبت الفراخ غسلتها كويس ونقعتها، وبعدين غسلتها وصفيتها، وجبت زيت على سمنه، حطيتهم على البوتاجاز في الحله، وضفت عليهم الفراخ شوحتها. ده لومي اللي هو الليمون المجفف، بهارات فراخ، ملح، فلفل، زنجبيل، قرفه، ورق لوري. ده كله شوحت بيه الفراخ لغايه ما خدت تشويحه حلوه كده. وبعدين ضفت عليها البصل، خدت برضك تشويحه مع البصل كده بتاعها. انا ما بحبش اضيف للفراخ توم، معرفش بقى ان كنتوا انتوا بتحبوا تضيفوا توم ولا لا. ما بحبش اضيف للفراخ ولا اللحمه توم. ضفت عليها البصل وقلبتها تشوح مع بعضها كده، وقرن فلفل، خدت برضك تشويحه معاه. وبعدين ضفت عليها الشوربه، ضفت عليها الشوربه بتاعتها عشان الفراخ تستوي. كده الفراخ دخلت على السوا، كده الفراخ استوت. هنشيل الفراخ من الشوربه، وايه عشان مش عايزه احط الفراخ، انزل الرز على الفراخ، عشان انا عايزه احمر الفراخ، مش عايزه الفراخ تبقى بيضه زي المسلوقه كده في قلب الكبسه. كده انا بنشل ورق اللوري عشان خاطر ورق اللورا ده لو بنزل عليه الرز بيمرر الرز شويه. انا خدت كده طعمه واستفدت اللي انا خدت اللي انا عايزاه منه. كده هرميه بقى. نزلت الرز اهو. انا مش بعاير بصراحه، يعني ما عيرتش الرز ولا عيرت الشوربه اللي يعني عقد الرز. نزلت الرز على الشوربه اللي كانت فيها الفراخ، بسم الله ما شاء الله الرز طالع حاجه يعني يا جمال يا جمال. كده الرز داخل على السوا، هسيبه بقى وطيت له البوتاجاز على الهادي خالص ياخد تشويحه جميله كده. ده بندق وكاجو، وده لوز. اللوز عشان نقشره وناخد منه ونقشره سهل خالص، بنجيب ميه مغليه ونضيفها على اللوز ونسيبه لغايه ما ايدينا تستحمل الميه. تضغطي على اللوزة كده تلاقي القشرة لوحدها واللوزة لوحدها، اسهل حاجة. ولا نقول هنقشره ازاي ولا حاجة، حاجة يعني ايه، سهلة وبسيطة. انا هقعد اقشر الكمية كلها. هقشر اللوز عشان ايه؟ نشوحه، نحمصه. خلاص بقى، روحي قشري بقى بعيد. راحت قشرت بعيد، احنا هنا مع بعضينا وهي تقشر براحتها. احنا هنحمص بقى اللوز والكاجو. كان عندي يعني حاجة كاجو بسيطة كده، حاجات كلها باقية من رمضان طبعا، مش جايباها خصوصي يعني. إيه، حمصته كويس. ده الرز بعد ما استوى وبقى ايه، حاجة يعني فاخر من الاخر، مفيش حباية ماسكة في التانية ولا في الحلة ولا يعني، بطعمه يا جماله يا جماله. سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوة، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي حبايبي واذكروا الله. الله لا اله الا الله. كده انا سويت اهو. انا الفراخ حمرتها بقى بالشكل الجميل ده، عشان لو سبتها مع الرز هتبقى بيضه كده، وانا مش عايزاها تبقى بيضه، انا عايزاها تبقى باللون الجميل ده. انا خدتها حمرتها في الفرن، بقت بالجمال والروعه دي. ضفتها على الرز اهي. وده زبيب نقعته الاول عشان في ميه، عشان لو فيه رمله ولا حاجه، نقعته في ميه شويه وبعدين غسلته كويس. وده المكسرات اللي احنا حمصناها، حاجة يعني يا جماله يا جماله. صلوا على النبي حبايبي واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ادعوا لنفسكم وادعوا لحبايبكم. اهم حاجة الستر والصحة، ربنا يدومهم علينا يا رب. وده يعني كزبرة بسيط كده ايه، يعني نكسر به اللون بس، يعني بسم الله ما شاء الله. سلام.